قال رحمه الله تعالى: وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. نعم، يخلو يتفكر. وهذا حفظكم الله من العلل التي زوجه الله عز وجل تلك المرأة المباركة خديجة رضي الله عنها. زوجه تلك المرأة المباركة خديجة التي تكبره ب15 سنة رضي الله عنها، لأنه كان يخرج شهرين عنها، فلو كانت شابة لطالبته بحقوقها ولغضبت ولمنعته، لكنها امرأة فوق 40 من سادات نساء مكة عاقلة، فما كانت تغضب، لأنها ترى رجلا عاقلا، رجلا حكيما، والحكيم إذا رأيته يفعل فعلا تعتقد أنه على صواب لأنه حكيم. ولذلك وقفت معه تلك المواقف الشريفة المباركة لما نزل عليه أول ما نزل وجاء قال: زملوني زملوني. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتقرئ الضيف، إنك لتكسب المعدومة، إنك لتعين على نوائب الحق. فأخذته إلى عالم. كان السحرة عندهم كثير، الكهان كثير، المشعوذين كثير، لا، ما أخذته، لأن من حكمتها وعقلها وتمام عقلها أن هذا الرجل لا يؤخذ إلى هذا الجنس السافل الساقط، لا، أخذته لعالم إلى ورقة بن نوفل. وصارت تلك القصة موقفها رضي الله عنها كافأها الله عز وجل بجائزة لا أعرفها لرجل. كوفئت رضي الله عنها وأرضاها بجائزة والله لا أعرفها رجل. ففي صحيح البخاري أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه خديجة قد أقبلت ومعها طعام لها، فأقرئها السلام من الله. من الله، الله الله فوق 7 سماوات يرسل روح القدس أمين وحيه إلى امرأة. يقولون الإسلام ظلم المرأة، بل كرم المرأة، بل رفع المرأة. وصلت المرأة في الإسلام إلى أن الله من فوق 7 سماوات يرسل جبريل عليه السلام. والله عقولنا لا تطيق هذا، والله الذي لا إله غيره، والله إن عقولنا لولا كثرة قراءتنا لهذه القصة وذكرنا لها والله تطيش عقولنا، والله وعقلها أن تطيش. يرسل ربنا عز وجل من فوق 7 سماوات يتكلم بالوحي: يا جبريل اذهب إلى خديجة فسلم عليها، قل الله يسلم عليك يا خديجة. إيش هذا الشرف؟ مكافأة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره وما عند الله أعظم. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. الله يا خديجة الله يسلم عليك ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صب. يقول الإسلام هضم حقوق المرأة. والله لو مشيتم من هنا إلى آخر الدنيا ما جئتم ولا 1 على مليون من هذا الشرف للمرأة. إيش فعلتم للمرأة؟ أخرجتموها من عزها وشرفها. المرأة المسلمة ملكة في بيتها، ملكة، يريدونها تكون عامل. يستوي العامل والملك؟ ملكة تأمر وتنهى، بنت ملكة، زوجة ملكة، ملكة، جدة ملكة. هكذا نفعل بنسائنا. إيش تريد من المرأة؟ إن كانت بنت تريد منها أن تدعو الله لك فقط، تكون لك حجابا من النار يوم القيامة. إن كانت زوجة، أتدري ما يريد الزوج من زوجته؟ تريد منها أن تقول لك شكرا. الله يطير الزوج. تذهب وتخسر مالك. ما جربتم أنتم السؤال؟ توكم شباب، ما جربتم؟ تدفع الذي وراك والذي دونك وتحضر: تفضلي يا ملكة. تقول شكرا. الله أكبر. إذا قالت شكرا يرتفع الشماغ قليل ويرجع من الفرح. تفرح، تقول لك قالت شكرا. الله أكبر. قالت لي شكرا. الله أكبر، الله أكبر. انظر حفظكم الله إلى شرف المرأة المسلمة. والله مرة في بريطانيا تكلمنا عن النساء وكذا قديما، وكان المكان مختلط، فقلت: المرأة غير المسلمة مثل الحمام الجماعي. والله الذي لا إله غيره طأطأ رؤوسهن، والله طأطأ، والله الذي لا إله غيره، لأنهن يعرفن
يعرفن إيش كانت تفعل في الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة وقبل الزواج. إحصائيات رسمية 70 80 90% من النساء المتزوجات يخن أزواجهن. إحصائيات رسمية هذه عندهم. ثم يقول الغرب متحضر. الغرب متحضر. يقول ابن كثير رحمه الله عن بعض بلاد الكفار قبل الإسلام: والله ما فيهم من يعرف أباه ولا فيهم من يعرف ابنه. قبل الإسلام فوضى، الدنيا فوضى. هكذا يريدون أن يخرجوا بناتنا من قصورهن الملكات والأميرات إلى الشوارع حتى تخالط. كما قال علي رضي الله عنه، علي يقول للصحابة في القرن الأول: ألا تغارون؟ ألا تستحيون؟ تتركون نساءكم تخالط الأعلاج في الأسواق. كيف لو رأى هذا الزمان؟ لو رأى. فالله الله في أعراضكم أحبتي. الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد فأنا والله أشد غيرة منه، والله أغير مني. الله أغير من النبي صلى الله عليه وسلم. فغاروا على أعراضكم وربوا أبناءكم على الغيرة. ولا تخرج أختك إلا للضرورة القصوى، ولا بنتك إلا للضرورة القصوى، ولا زوجتك إلا للضرورة القصوى. وتخرج كما خرجت نساء الأنصار والمهاجرين متسترة، وإن قالوا ما قالوا حفظكم الله ورعاكم.